السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي من جديد على القناة. قناة مطبخ أم رؤى. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي أتم الصحة والعافية بإذن الله. مبروك عواشركم البنات، وإن شاء الله يدخل علينا هاد العشر الأيام المباركة ديال ذو الحجة. إن شاء الله يدخلها علينا بالصحة والسلامة وباش ما كتمنوا إن شاء الله، وبالعبادة وإن شاء الله الرزق والهنا وباش ما كتمنوا البنات. الطبق ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نقدم معاكم الكرعين والحمص. طبق اللي هو مغربي معروف، يعني الكل كيعجبو هذا الطبق هذا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق وينجح معكم ان شاء الله. الصراحه كله وطريقته في الطياب ديال الكرعين. المهم انا بغيت نشارك معكم طريقتي اللي كنقول انا سهله وبسيطه، يعني اي وحده مبتدئه تقدر ديرها. وبما ان ان شاء الله على ابواب عيد الاضحى المبارك، قلت نوجد معكم هذا الطبق، وان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم. والى عجبكم بطبيعه الحال ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. نمشيو على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنا الحمص، اللي كميه ديال الحمص نتوما واللي بغيتو. وعندي الكرعين انا هنا استعملت ديال الغنمي. كيف بطريقه يعني بهالطريقه ممكن انكم ديروا د الغنمي او د البقري. وعندي كيف قلت لكم الكميه من الحمص تتبقى على عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. فزقت هذا الحمص من قبل ليله كامله، ودابا راني شديته وغسلته ودرته تسقطر. صافي درت غادي نبدا بالكرعين، درتهم في الكوكوط. غادي نزيد عليهم واحد البصله كبيره مشلضه، واحد جوج فصوص ديال الثوم هكاك صاينين، وتقريبا واحد جوج عواد ديال القرفه. والزيت هنا راه نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت عاديه وزيت بلديه. غندير معلقه ديال الملح. هنا راه عندي الكميه يعني غير صغيره، بحكم انني درت غير انا وليداتي. يعني من تكون عندكم كميه اللي هي اكثر كتزيدوا التوابل وتزيدوا المقادير. كيف قلت لكم درت معلقه د الملح صغيره، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكركم، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير. صافي البنات، وغادي نديرها فوق معلقه صغيره ديال التحميره، وغادي نديرها فوق النار حتى تقلى لينا هاد الكرعين هادو كيتقلاو شويه وكتدخلهم ديك العطريه، وديك البصيله كتبدا تدبل شويه، وغنزيد الحمص فوق منهم. يعني طريقه اللي هي سهله يعني وبسرعه كتوجد. صافي كندير الكميه اللي غادي ديال الماء اللي غادي يطيب فيها هاد الحمص والكرعين، وغادي نسد الكوكوط ديالي. صافي وغنخليها طيب، وغادي نقص العافيه مهيله غير تتبدا الكوكوط كتصفر. صافي كنقص النار وكنخليها طيب. راها يعني كل ما نقصتو النار راها كطيب. اما الا كنتو تزيدوا هكا في العافيه راه ما كيطيبش لكم الحمص وما كطيبش لكم هذا، وفي نفس الوقت كتنشف، يعني كتوكح الماء ديك المريقه كتوكح. المهم انا هاد الاضافه هذه انا درت شويه سنيده، معلقه كبيره سنيده وشويه الزبيب. هاد المرحله اختياريه، اللي بغى يدير الزبيب وسنيده يديرهم، انا بغيتهم كيعجبوني هكا ديروهم، ما بغيتوش خليو بدوك المقادير اللي درت في الاول. صافي البنات، من بعد ما كيطيب ليا الكرعين والحمص كيجيو على هذا الشكل، تغمر لينا ديك المريقه وكتختار، وكيجي زعما صراحه طبق لذيذ ورائع. البنات غير جربوه، طريقه اللي هي سهله وما كياخذش منا شي وقت كتير. صراحه راه هنا خدا لي واحد ساعه الا ربع ديال الطياب على عافيه مهيله.
صافي كنخلي ديك المريقات تشرب، وكنحط الطبق ديالي وبالصحة والهنا ان شاء الله. وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، وهذه هي الوصفة، نتمنى تعجبكم، والى اللقاء، عواش مبروكة ان شاء الله.